كده احنا بدأنا يا معلم. ايه ايه سامعني كده تمام؟ تمام. مش تعمل ايه؟ تمام الحمد لله. الزمالك هيودينا على فين ان شاء الله الماتش اللي جاي؟ الزمالك يا اسطى هيجيب لنا نقطة. اه. ده من زمان والله على الواحد كده. الواحد قلقان قوي، الواحد قلقان قوي، فاهم؟ اه. ماتشين ببطولتين، فاهم؟ الناس كلها نفسها تفرح، فاهم؟ السنة دي كلها كنا قايلين مش هناخد حاجة. خلونا نمشي معاهم لأبعد درجة. في بداية السنة آه، فعلا احنا قلنا احنا الزمالك مش هيحقق اي الماتش حاجة فعلا. الماتش صعب، صعب يا فاروق قوي، الماتش صعب قوي. مم. ماتش ما الناس بتقول الفرقه سهله، اكيد هناك كانوا بيلعبوا مفتوحين. لا فعشان كده انت كنت مقفلين. بتوصل كانوا كنت مفتوحين، اه بتوصل صح انما صح. دلوقتي هم هيلعبوا منظمين، اه. هيقفوا وهيلعبوا تحت الكوره هو ويلعبوا جاي. هجمه مرتده وهيرخموا عليك. الماتش مش هيبقى سهل خالص. صح. هو جاي كسبان الماتش 1-0 مش هيستعجل كسبان وهيقفل 1-0، عليك مش اه. هيستعجل خالص وعارف يخطف واحده، فاهم؟ صعب الدنيا عليك خالص. وانت حتى لو كسبان 2-0 انت لسه في خطر، عشان هو لو جاب جول هتبقى انت محتاج تجيب تاني بقى، فاهم؟ الموضوع مش سهل، الناس فاكراها سهل او الفرقه سهله، لا مش سهله خالص. وبعدين ترتيب الجدول عندهم مش خادع، يعني هم ترتيب الجدول هم مش عارف ال 12 ولا ال 13، بس عندهم ست متوشه متاجله، يعني لو كسبوهم يبقوا الثالث او الرابع. يعني الجدول خادع، يعني مم. يبقوا قد شباب بلوزداد او اكتر من شباب بلوزداد كمان. انا مش متابع الدوري، بس هي اصلا ملهاش دعوة دخلت انا بالدوري. شفت الناس بتقول لك هم المركز ال 13، دخلت شفت، لا هم مش، هم متأجل لهم ست متوشة، فاهم؟ مم. وبعدين هم بدنيا هتلاقيهم مرتاحين عنك، عشان هم متأجل لهم ماتش قبل الماتش اللي فات ده، اتأجل لهم ماتش. وطبعا ما لعبوش الا الماتش بتاعك، وهيلعبوا الماتش، انما انت مضغوط، كنت مضغوط دوري ومضغوط كونفدرالية. متهيألي هو هيلعب ماتش المفروض كان هيلعب ماتش امبارح ولا النهارده؟ امبارح مين باين. مين اتحاد بلوزداد، العاصمة. اتحاد العاصمة. اه. لا انا مش عارف، انا اللي انا اعرفه اللي هو الماتش بتاعه هيتاجل، مش هيلعب ماتش ما بين الماتشين. اه. انا يعني اللي هو انا كده عارفه ان الماتش مريح بتاعه بقى. هيتاجل. بس مم. كده كده فاهم، انت لازم تضغط، ما تتوقعش. انا شايف برضه نلعب ثلاثه ورا، عشان انت بنتايج مش موجود، تلعب ثلاثه ورا، اسماعيل والونش وحسام، وتخلي شحاته، والعب بعبد الله وفتوح، وناحيه اليمين محمد ابراهيم، وخلي بزيره واسمه ده عدي وناصر، فاهم؟ انت كده كده لازم تضغط، فمحتاج ناصر عشان الناصر هيبقى جوه ال 18 على طول. اه. لازم نعتمد يورس ودان الناصر، علشان هو بدأ يأني الفترة اللي فاتت. ما كانش كده، اول ما الفترة اللي فاتت كان كان بيلعب ويدي للناس ويعمل كور. دلوقتي لا، بقى كل كرة عاوز عينه فيها، وعاوز يحط هو جول وبتاع. لا الكلام مش كده، انت لما بتعمل جول بيتحسب لك اكتر كمان، انت بتساعد الفرقة. مم. فانا شايف التشكيل ده هيبقى انسب حاجة. هو في كلام ان هو هيبدأ بيه هو وعدي. لازم يا فاروق، وهي مم. ثلاثة عشان المرتد، عشان عندهم فيرود سريع، واللي هو الخلدي ده برضه لعيب كويس، يعرف يعمل اسيستات وبتاع. ومعاهم فيرود الافريقي، فاهم؟ هي برضه هيلعبوا له، هيلعبوا على الهجمه المرتده، فانت لازم تلعب بثلاثه عشان كده. واللي بيحكم على الفريق ده ان هو ضعيف على اداء الزمالك هناك، ان الزمالك كان بيلعب على الهجمه المرتده فظهر ان هو خطر، فافتكر ان هو ما فريق ضعيف. ايوه، هم كانوا فاتحين الدنيا، كانوا انما لما فاتحين يجوا هنا اه. وهيبقوا منظمين، لا هيبقوا عارفين هم منظمين. مم. جايين، هم عايزين ايه، عارفين ان مش هيتقدموا، هيفضلوا يطولوا في الماء لحد انت ما تتعصب والناس كلها تتقدم ويلعبوا على المرتده بعد كده. انا متوقع عرفوا كمان يخطفوا ان جون هو هيخطفوا. ممكن يلعبوا هنا افضل ما كان بيلعب عندهم. دي حقيقه، وهو مم. اصلا هو بيقول لك كذا حد قال ان الفرقه دي بتلعب بره ارضها احسن من جوه ارضها. لا هو فريق كويس، وبعدين في حاجه كمان انا ما قارنهمش، اصل اللي بيقارن بيقول لك ده فريق مش كويس بالنسبه لفرقته. مم. يعني مثلا لو انا كاهلاوي مثلا بقول لك ده فريق مش كويس، بيتكلم ان انا كاهلي لو قابلته هغلبه، ما انت ده حقيقه. انت احسن فرقه، انت اه. كلاعيبه انت احسن انت فرقه في احسن. افريقيا، انت اه. وبيراميدز. انت و... وبيراميدز يعني انا اه قلت ما انا قلت بيراميدز او الاهلي لو لعبوا الفريق ده هنا هيغلبوه 3 و4 مستريح. انا مستريح الكواليتي فانت بتاعي مش زيكم اصلا عشان ابقى كده، يعني فاهم. دي حقيقه، ما انا صح الكواليتي بتاعي صح، مش زيكم. دي حقيقه صح. وبرده في حاجه كمان عندك برده بنتايج ده يعني غيابه يأثر جامد معايا قوي قوي، لا هجوميا قوي، انا ودفاعيا. والله انا لو مجلس اداره الزمالك بنتاج ده جه في فتره مم. كان متضايق اللي هو ما بياخدش فلوسه. انت دلوقتي اثرت معايا، اه. لازم يخصموا منه، والله لازم يخصموا منه. والله. انت الحكم طردك، اكيد شتمته،
اكيد عملت له حاجه، اصل مش هديك كارت احمر كده من باب الزق، اه انت اكيد شتمت. يا عم، فاهم؟ ولو ما شتمش اعترضت ليه؟ ما هو الحكم راح شاف الفار ورجع، عمره ما هيرجع للفار تاني. اه فاهم، انت بقى خلاص، انت محتاج، انت ده احنا ماشيين بنعد الناس يعني، فاهم؟ انتوا 13 14 لعيب كلكم على بعض، انت تروح مخسر نفسك ازاي يعني؟ لا لا لا، انا مستغبيه في غبي الحركه اللي هو قوي، غبي يعملها دي غبي بصراحه. غبي غبي جدا. مستغبيه جدا، خصوصا ان انت اصلا لعيب مهم عندي، مم. وبعدين انا بلصم الفريق، تيجي انت بجد لا لا. يخنق بجد. ان شاء الله تعدي على خير، ان شاء هتعدي الله على تعدي خير على ان شاء خير. الله، خصوصا مم. كمان ان الجمهور طمع في البطولتين. انت فاضل لك كونفدراليه ماتش، يعني هم ماتشين هتلعبهم تاخد 2 بطوله. ماتش سيراميكا، هي الضغطه جايه من هنا يا فاروق، اللي انت ماتش سيراميكا برضو بعديها ب4 ايام، فانت عمال تفكر في الماتشين، ما أصل مش هنكذب على بعض، احنا بنقول نخلي اللعيبه تفكر في افريقيا الاول وبعد كده سيراميكا، لا غصب اكيد عنهم. اكيد بيفكر بيفكروا في الماتشين غصب عنهم، هتلاقيهم بيفكروا في الماتشين. مش مش ايوه، هي مش هي هي مش اصل هيجرب نفسه كده. ماتشين يعلوهم ويطلعوهم سابع سما دي حقيقه. وخصوصا يعني واحد زي عبد الله السعيد ده نفسه يختم حياته ببطولتين زي دول. مع ماشي. الزمالك. مع الزمالك عاوز ياخد دوري، ده خصوصا ان هو ويعني يعني مثلا باع عبد الله الدنيا السعيد كلها. اتسال. عبد الله السعيد سال، قال لهم، بيقولوا له افريقيا ولا كونفدراليه ولا دوري؟ قال لهم دوري، بس انا عاوز الاثنين. ماشي. فاهم؟ مم. فواحد زي ده عاوز يختم حاجه زي كده. كل اللعيبه، هو عارف انت الحاله اللي عاملاها لعيبه الزمالك مع بعض دي بتخليها الواحد عاوز اكتر مع الجمهور، مع فاهم؟ عاوز ان انت تاخد بطوله تفرح بعد كل ده اللي حصل ده كله طول الموسم، وي كذا كذا مشكله قابلتنا. لا، انت عاوز تاخد بطوله عشان تفرح بعد العذاب ده كله. خلي بالك احنا طول البطوله يا فاروق، يعني انت لو بصيت انا من اول الدوري المجموعات، محمد صبحي الكره بيمسكها بتاع كايزر تشيفز اه. راحت داخله منه. فاهم؟ خلاك اتزنقت، يعني انت لو كنت كسبت الماتش ده خلاك اتزنقت وتحط لك ماتش سيراميكا في النص. يعني انت لو واتغلبت من سيراميكا، يعني انت لو كنت مستريح في النقط ما كنتش هتلاعب كايزر تشيفز هنا بالعدد ده، باللعيبه الاساسيين اللي عندك، وكنت هتلاعب سيراميكا بالاساسيين، وكنت تلاعب كايزر تشيفز بالاحتياطي الماتش العوده بقى اللي هو في دوري المجموعات. فاهم؟ ف... فتحط لك سيراميكا في النص واتغلبت من سيراميكا. ادي اول حاجه. تيجي في دور الثمانيه انت بتلعب الفرقه وكسبان هنا 2-0 والدنيا زبادي خلاص. فاهم؟ بعد كده يجي محمد صبحي يتغابى برضه زي عم بنتايج كده، يتغابى ويروح ضارب الواد، تروح لعب اخر ربع ساعه من غير حارس، وبتلاقي وانت بدلت التبديلات كلها كان محمد صبحي برضه بسبب محمد صبحي. مم. صح. فانا بقول لك الجزيري الزمالك وقف. سيناريوهات ودراما دراما طول ما انت قاعد كده دراما. كنا في تيجي الماتش ده. ما انا بقول لك مم. تيجي قبل النهائي، تيجي قبل ان انت كنت خلي بالك انت ما بين الشوطين انت قلت كده، كنت بتعمل فيديو وقلت كده، قلت الكوره ما فيهاش كبير وممكن يجيبوا جون يحرجوك. واللي يضغطوه. انت قلته حصل ساعتها، كنت انت بتعمل فيديو واللي انت قلته حصل فعلا. كان مع ماشي. احمد برودة اه. وتيجي في الماتش بتاع بلوزداد كسبان هناك وجاي هنا 90 دقيقه مش شايف شباب بلوزداد احسن منا، كنا هيجيبوا جون في الدقيقه 85 لولا المهدي سليمان طلع صدها بصدره. فانت سيناريوهات الزمالك ده غير بقى السيناريو بتاع ماتش النهائي هناك، ماتش الذهاب. ايه اللي حصل؟ انت جبت انت جون جايب وفرحت جون وبقالك 5 دقايق ويجي بعد وفجأة كده يتلغي. لا، احنا بنعيش دراما مع الزمالك. فاهم؟ انت محمد سامي بيخرج للزمالك. فاهم؟ والله يا اسطى في دراما وسيناريوهات، حاجات غريبه بتحصل. البطولة فربنا هتيجي يسترها، بطلوع ربنا الروح. يسترها فعلا. بقول لك البطولة هتيجي بطلوع الروح. بتلاقي الروح انا بقول لك. فاهم؟ لا، هي لما بتيجي بالطريقه، خلي بالك لما بتيجي بالطريقه دي بتبقى لها طعم، تبقى ليها طعم وانت بتفرح بيها اكتر. انها جايه بصعوبة وبتاع دي حقيقه. ما السنه، خلي بالك السنه في اللي اكشن في قبليها، الموضوع. اما السنه اللي قبليها كان ناصر وعبد الله السعيد ما كانش متأيدين، وكنا بنلعب برضه ناقصين بروقه وما اعرفش مين كده. فاهم؟ وهو كان احمد حمدي اللي مفوقنا، كان احمد حمدي فايق ساعتها وهو اللي مفوقنا. كان هو اللي مفوقنا فعلا، وزيزو كان طبعا موجود. فاهم؟ فكان برضه بتلعب بلعيبه ناقصه كتير، ما كنتش بتلعب باساسيين كتير. فلما بتيجي بصعوبه كده بتبقى حلوه. باينه. في 24. ان شاء الله يعني ربنا يكرم بس وتعدي على ربنا يكرم ربنا يكرم ان شاء الله. بصراحه البطولتين كمان انا بقيت طمعان فيهم، هم طمعونا فيهم، وبقيت يعني انا من بدايه السنه كنت بقول الزمالك ده مش هيحقق اي حاجه، ده حقيقه. ده كلنا بنقول كده بجد يعني.
بس لما عارف يجي المشكله فيها يا يوصل فاروق للنهائي انت عارف المشكله في ايه؟ يعني احنا كلنا كنا بنقول كده، بس يجي واحد معلش يعني ما بيفهمش اي حاجه، ما لبسش شورت، ما لبسش شراب كوره، فاهم؟ ويجي ويروح يقول لك ايه، ما انتوا كنتوا بتقولوا كده يا ابني، ما احنا بنقول كده بس ما بنقللش من الزمالك، عمرنا لا ما لا نقدر. لا، مش انت كنت بنقلل. بتقول كده عشان تقلل انا من شايف الزمالك. السكواد بتاعي ما احنا بنقول مش يكملش. السكواد، هو انا نفسي يفهموا النقطه دي. غير يعني احنا بنقول كده مش بنقطع في الزمالك، احنا بنقول عشان السكواد، عشان عارفين امكانيات دي لعيبتنا حقيقه ايه. اه. بس ما تجيش انت بقى انت بتقول كده عشان تقلل من الزمالك، مش عشان يا عم مش عشان بس تقول احنا، السكواد ضعيف ولا. بص اللعيبه دي بص، لو راحت عندك انت هتقول عليها احسن لعيبه في الدنيا. ما ده اللي بيحصل. ده اللي بيحصل، اول ما بيروح لعيب من عندنا عندك بتقول عليه احسن لعيب في الدنيا. انت زيزو كان بتاع اوفرات، دلوقتي بقى فاهم نجم النجوم. واحنا وبرضه خلي بالك. واحنا ما بنغيرش راينا، كده كده عارفين ان زيزو لعيب جامد. اه مستواه نزل، مستواه نزل، بس هو لعيب جامد. اه، لعيب جامد طبعا، ما, واضافه. ما, ما فيهاش كلام، بن شرقي واضافه لعيب اضافه، جامد ما بقى. حدش يقدر يختلف على حاجه زي كده، اضافه ليه. طبعا. يعني انا بقول لهم ممكن السنه الجايه يبقى عالمي. دي حقيقه، خلاص اه. ممكن ما هو لعيب كويس، فاهم؟ فما لا ما يبقى كويس ده العادي بتاعه. ان ده وحش لازم طبيعي. الناس هتتكلم لا ده مش عليه. العادي اه، ده اللي مش متوقع ها، منه فعلا. مش متوقع منه، ايوه. يا عم هم هيفوقوا لان هو الكواليتي موجود، الفريق موجود. ما ده اللي انا كنت بقوله. ما هو الفريق ماتش موجود. القمه. مم. ماتش القمه انت معتمد طول السنه بتعمل ايه؟ بتلعب تحت الكوره. ماشي، جيت في ماتش الاهلي عامل لي الاستحواذ وفاتح اه دفاعاتك ومتقدم وي وي وي. ضيعت كورتين، كوره ناصر وكوره عدي قبليها وبتاع. بس انت بتفتح قدام الاهلي ايه يا حبيبي؟ انت عارف انت احمد ابو رضا قال كده والله، بيقول لك ما فيش مدرب بيجي لنا الا لما بيخرف قدام الاهلي. انت بتفتح ليه؟ مم. بتفتح قدام الاهلي ازاي يعني؟ ده الاهلي، مم. فاهم؟ ده لو ما فيش اتنين من دولت، اتنين مثلا لو حسين بس اللي بيلعب وبن شرقي هتفضل خايف منهم. وخد ماشي، عندك انما برضو انت ماتش انبي بدايه غباء اللي هو فكر في الاهلي. ماتش انبي، دي حقيقه انت انا اكسب انبي حتى لو خسرت من الاهلي، خدت الدوري. دي حقيقه انت لو ضربه مم. الجزاء بس دخلت كانت، بس هي ما لا بتحسبش كده يعني. لا، انا هي بكلمك على ماتش انبي اللي قبل ماتش الاهلي. الدور الثاني انا فاهم. اه الدور الثاني، انت. فاهم؟ انا بقول لك يعني هي ما بتحسبش كده. حتى لو احنا ضيعنا هم ممكن يقول لك ما احنا ضيعنا احنا كمان، فاهم؟ هي ما بتحسبش كده. بس احنا بنقول يعني الضغوطات اللي انتوا عملتوها على نفسكم. كل ما الاهلي يديك هديه، يعني الاهلي اداك هديه في ماتش طلائع الجيش رحت انت مغلوب من انبي. الاهلي اداك هديه من سيراميكا رحت متعادل مع انبي. اه الاهلي اداك هديه من بيراميدز، رحت اتعادل مغلوب مع انت من انبي، الاهلي. رحت انت مغلوب من الاهلي. وتعادلت مع انبي وخسرت من الاهلي. ما انا بقول لك اداك هديه في سيراميكا رحت انت متعادل مع انبي. يعني كل ما بيديك هديه بتعمل اه له زيها، فاهم؟ اللي انت تفرق في النقط لا بتديله ما بترفضها. فانت عاوز ايه تاني؟ يعني مم. اعتمد، انت المفروض تركز. انت طول الموسم ماشي كويس واحنا بنشيد بيه، بس بتيجي في اوقات بتخرف. بتيجي في اوقات كده تحس اللي هي هنجت منك، تحس اللي فيه ايرور، مش عارف ليه. احنا مش في حقيقة. المطبخ، وانت عارف اللعيبه المصابه عندك واللعيبه اللي المفروض تريح وي وي. لا يعني لا، انت هي اقول مش لك على قصة إن حاجه. إحنا في ماتش المطبخ، هم ما فيش مدرب بيجي بيلعب قدام الأهلي وعارف إمكانيات لعيبة، إمكانيات اللعيبة. عارف يا بيفكر فاروق دايما باسم الزمالك، أنا الزمالك أنزل ألعب عادي. دي حقيقه. مم. عارف انت في ماتش يا اسطى كنا بنلعب اللي هي الماتش قبل النهائي بتاع بلوزداد ده، انت كسبان هناك 1-0، تلاقي وانت عارف اللي بزيرة ده اهم لعيبه عندك، ماشي؟ ومصاب. تلعبوا 80 دقيقه يا راجل. يا مم. راجل تلعبوا 80 دقيقه ولا 85 دقيقه. ده انت مش محتاج من الماتش، انت محتاج اللي تلعب على الهجمه المرتده في ماتش بلوزداد. هتلعب تحت الكوره الماتش اللي عوده اللي هنا. كنت على الاقل انت عاوز رجله تبقى في الملعب تلعبه اخر ثلث ساعه، مش تلعبوا لي 80 دقيقه، فاهم؟ مم. تخليه راجع طالع مش قادر. كان هينفعك في الوقت ده. أيوه فعلا. بدل ما كنت بتلعب نهائي الواد افريقيا من تحس غيره. إن هو حتى وهو مصاب ما فيش راحة ليه، ما ما انا ارتاحش. بقول لك بتلعب نهائي افريقيا من غيره كنت زمانك بتلعب فيه. مم. انما انت فضلت وبعت الناس، بعت سيف الجزيري وبعت احمد شريف ليه؟ ومحمد ابراهيم. محمد ابراهيم ده كان بيلعب اساسي، مره واحده لعبت عمر جابر وقعدت الواد خالص، حتى ما بقتش تديله ربع بعد. ساعه في ربع ساعه. مم. ففي دي غلطات برضه على معتمد الجمال كان بيعملها. حقيقة فعلا. مم. ربنا يستر بقى يوم السبت ويلعب بطريقة كويسة يعني يا رب. عشان لازم يا رب. تخلص ان شاء الله، لان انت ماتشين تاخد بطولتين قارتين، بطوله قاريه وبطوله محليه، واللي هي اقوى بطوله محليه زي الدوري. مم. وانت اصلا بقالك فتره ما خدتش دوري وبطوله قاريه مع بعض. هتفرق معاك، بقالنا سنين اهو. هتفرق كتير معاك، وهتفرق ان انت تخش زي صور. ما قلنا قبل كده، ده يعتبر اقوى دوري من 2010. من 2010 وماتش انت عندك الاسماعيلي، ماتش الاهلي الدوري والاسماعيلي اللي هو الاسماعيلي الماتش اللي اتلعب والاهلي. في فيصل. فتيجي مثلا لما تيجي من 2010 لحد 2026 يعتبر ده اقوى دوري، تتحسب لك وتحط في تاريخك. صح. يعني حاجه هتتذكر ليك وللعيبه يعني.
وبعدين انت قدام ده بيوصلك ان انت تلعب سوبر مصري وسوبر افريقي، فاهم انت؟ وغير كده انت التصنيف بتاعك اتقدم، ما تلعب السوبر ليج برضو هتفرق معاك في حاجات كتير. والفلوس اللي هتيجي تقدر تقفل اي حاجه من الطين اللي عليك ده. وغير كده تلعب دوري ابطال مش افريقيا اللي تقفل بقالك ايه، كذا تقفل سنه ما الحاجات لعبتش. اللي هي البلاوي اللي على الزمالك دي. دي حقيقه بجد يعني حاجه، ربنا يسترها. ربنا يسترها، وان شاء الله ان شاء الله المكسب يبقى لينا. هتكمل على خير ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي، شرفتنا في القناه المتواضعه. حبيبي حبيبي. ماشي يا كابتن. يلا سلام. يلا سلام.